مساء الفل. اهلا بيكم في حلقه جديده من ذا ماستر اوف تحليل. النهارده هنتكلم عن لقاء القمه بين الاهلي والزمالك. النهارده بيسيرو بلغه الكوره الشوارعيه شويه عرف يضحك على مارسيل كولر بطريقه حلوه قوي قوي قوي، وده اللي خلى الماتش النهارده يخلص بالتعادل ما بين الفرقتين. ايه اللي حصل في الماتش؟ ايه اللي عمله بيسيرو؟ ايه الغلطات اللي وقع فيها مارسيل كولر؟ هنطلع للانترو ونرجع عشان نبدأ تحليل قمة 129 ما بين الاهلي والزمالك. لقاء القمة خلص بنتيجة 1-1 ما بين الأهلي والزمالك. سجل للأهلي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، وسجل للزمالك في الدقيقة 88 بن طايق. إيه اللي وصل الماتش للتعادل بعد ما كان كل الناس فاكرة إن الأهلي الفترة اللي فاتت بيتألق، بيعرف يلعب كرة حلوة، بيكسب بسكورات كويسه جدا في الدوري، والزمالك اخر ماتش متعادل مع بتروجيت في الدقيقه 94 وكان مستوى الزمالك مش احسن حاجه. على الرغم كمان من ان الزمالك لسه جايب مدرب جديد بيسيرو بعد ستيف جروس. زي ما قلنا ان النهارده بيسيرو فعليا عرف يضحك على مارسيل كولر. مارسيل كولر حب ان هو يبدا الماتش بنفس تشكيله الماتش اللي فات، تشكيله عامله له تالق، جايبه له سكور 4-0 يعني باداء حلو قوي. هنبدا من مين؟ انا من وجهه نظري هنبدا من الفرقه اللي لعبت ماتش احلى النهارده. هبدا من الزمالك. النهارده بيسيرو بدا الماتش بخطه هي جديده على الزمالك، بدا ب 3-4-3. طبعا عواد في حراسه المرمى، قدامه 3 مدافعين، مصدق والونش وحسام عبد المجيد. قدامهم 4 في نص الملعب، يمين عمر جابر وشمال بن طايق، في النص محمد شحاته ودونجا، قدام في خط الهجوم في الجزيري، يمينه زيزو وشماله عبد الله السعيد. لما لعب بالطريقه دي ايه اللي خلى الزمالك عارف ياكل نص الملعب من الاهلي؟ تعال انت تشوف في الحاله الدفاعيه الزمالك كان بيلعب ازاي، وفي الحاله الهجوميه كان بيلعب ازاي. في الحاله الهجوميه كان بيلعب زي ما احنا قلنا بالظبط، هو الجزيري قدام، وراه بنسبه كبيره عبد الله السعيد وزيزو عمالين يبدلوا المراكز مع بعض، وفي عمر جابر طاير ناحيه اليمين وبن طاير طاير ناحيه الشمال، مأمن نص الملعب بدونجا ومحمد شحاته قافلين اي هجمه مرتده ممكن تيجي على الزمالك، والثلاثي اللي في الخلف قافلين المساحات على هجوم الاهلي كله. وده اللي خلى الاهلي بيلعب في الشوط الاول دايما الكره الطويله على طول. في الحاله الدفاعيه، كان الزمالك بيقلبها 5-4-1. كان الطرفين بتوع الملعب بن طايق وعمر جابر بيرجعوا يقفلوا الوينجين بتوع الاهلي، والثلاثي الدفاعي مقفل نص الملعب. الاثنين الارتكاز بتاع نص الملعب واقفين قدام منطقه الجزاء، قافلين بالكامل كل المساحات لامام عاشور او لجراديشار او لمحمد عبد الله. في الحاله الهجوميه بقى كان بيلعب هي 3-4-3 مع، يعني انت متخيل ان الجون اللي جابه الزمالك النهارده ان المفروض الوينج باك اليمين هو اللي مباصي الكوره لبن طايق الوينج باك الشمال ودخل الجون. ده اللي يبين لك الفكره اللي كان بيلعب بيها بيسيرو النهارده. غير كده انت قافل نص الملعب وعامل زحمه جامده في نص الملعب، فمخلي الاهلي مش عارف يطلع زي ما كان بيلعب على طول على الجنب ولا من العمق. كان بيطلع المفروض بالهجمه على طول، يا اما على حسين الشحات في الوينج اليمين، يا اما مهما كان مين في الوينج الشمال، اذا كان امام بياخد الحته دي او اذا كان اي لعيب بياخد الوينج الشمال فبيبدا الهجمه عليه. التقفيل الدفاعي بتاع الزمالك النهارده خلى ان انت لا عارف تلعب دي ولا دي، لان انت مقفول بالوينج باكين الاثنين، ونص الملعب فيه تكتل كبير، فانت مضطر تلعب الطويله على طول.
نيجي لحاجه تانية كمان عملها بسيرو. بسيرو قال لك انا هلعب ضغط عالي، لان انا لو سبت لعيبه الاهلي يبنوا هجمتهم من ورا لقدام وطوروا الهجمه ولقوا المساحه اللي يعرفوا يلعبوا فيها، الاهلي هيبقى اخطر مني. فقال لك لا، انا هعمل حاجه حلوه، انا هلعب ضغط عالي من تلت الملعب الثالث، وهوجه الضغط ان الاهلي يضطر يلعب هجمته على الطرفين. توجيه الضغط هنا كان بيبدا من على طول من الجزيري او وراه على طول عبد الله السعيد. انا بضغط على اللعيب اللي معاه الكوره من الاهلي، بخلي اللعيب ده ما يلعبش الكوره بنسبه كبيره على نص الملعب، بديله المساحه اذا كان لاكرم او لكوكا هنا في الشمال. فلما بتروح الهجمه من هنا، لا انا كده كده قافل الجناب بتاعي كويس وموجه الضغط للمكان اللي انا عايزه فعليا، فبعرف اقطع الهجمه في التلت التاني بالكتير قوي من الملعب. ولما كانت بتبقى هجمات بسيطه بتوصل للتلت التالت في الملعب، كان خلاص بتلاقي نص الملعب والثلاثه المدافعين قافلين كل المساحات على جراديشار وامام عاشور. بيسيرو حتى لما حب يعمل تغييرات، هو ما عملش تغييرات عشان في لعيبه في الزمالك او في لعيب هو ما عجبوش المستوى اللي هو بيأديه. هو لما خرج دونجا خرجه عشان هو معاه انذار، ولما خرج الجزيري عشان هو خلاص المجهود اللي عمله الجزيري هو مش هيعرف يواصل نفس المجهود ده بعد كده، فقام منزل ناصر منسي. ناصر منسي لعيب من وجهه نظري انا لعيب مجتهد. انا في ماتش السوبر عرفت ان انا اجيب جون، نزلت هنا في الماتش بتاع الدوري هو فعلا وقف على الكوره من كوره ميته تماما، وقف على الكوره عرف يبصيها لعمر جابر. عمر جابر في توهان من دفاع الاهلي بالكامل بيعرف يعمل الباص لبنطايق عشان بنطايق يكمل ويجيب الجون تعادل للزمالك. نفس الجون بتاع الزمالك ده حاول جراديشار يعملها مع حسين الشحات، بس هنا كان في فوقان من دفاع الزمالك وعواد، دخل فيها على طول قفل المساحه دي والكره ما وصلتش لحسين الشحات. ده نفس الجون اللي جابه الزمالك على طول، برضه عمر جابر اداها لبنطايق فدخلت. ده بقى اللي يبتدي ينقلنا للاهلي. الاهلي بدأ الماتش بالطريقه العاديه بتاعته 4-3-3. الحاله الدفاعيه كانت بتبقى ازاي والحاله الهجوميه كانت بتبقى ازاي؟ هنبدا بتشكيل الاهلي الاول. الاهلي بدأ بمحمد الشناوي كالعاده في حراسه المرمى، على اليمين اكرم توفيق وعلى الشمال كوكا. قلبين الدفاع كان رامي ربيعه واشرف داري، قدامهم مروان عطيه ارتكاز. بعد كده في تمانيتين كان امام عاشور واحمد رضا، قدامه ثلاثي هجومي في اليمين محمد عبد الله، وجراديشار كان متحرك هو وامام، كل شويه حد فيهم بياخد الوينج والمهاجم. في الحاله الدفاعيه الاهلي كان بيقلبها 4-1-4-1 زي ما احنا شايفين كده. طيب في الحاله الهجوميه الاهلي كان بيلعبها ازاي؟ كان بيلعبها 3-3-3-1، والواحد ده على طول مختلف، اذا كان جراديشار او امام بيبدلوها مع بعض، والثلاثي اللي ورا كان بيقف على طول او الهجمه من ناحيه اليمين، فانت اللي واقف كوكا واقف مع الثلاثي اللي في خط الدفاع، والثلاثه اللي قدامهم بيبقى مروان واحمد رضا، واذا كان لو الهجمه من ناحيه اليمين بيبقى اكرم، الهجمه من ناحيه الشمال بيبقى كوكا، وثلاثي قدامهم بعد كده محمد عبد الله، والمهاجم اذا كان لو جراديشار اللي قدام فهتلاقي امام اللي ورا، لو امام اللي قدام هتلاقي جراديشار هو اللي بياخد المساحه دي، وعلى الناحيه الشمال كان حسين الشحات. ليا كذا تعليق على مارسيل كولر. انت دلوقتي عايز تهاجم، ايه اللي يخليني انزل احمد كوكا ناحيه الشمال؟ وطالما كريم الدبيس جاهز ليه ما العبش بكريم الدبيس؟ وليه انزل اكرم ناحيه اليمين وهو دفاعي بنسبه كبيره ما نزلش محمد هاني؟ انت المفروض كما يقال ان الاهلي كان نازل الماتش ده المفروض فايق اكتر عن الزمالك، فانا المفروض عايز ابدا ابني هجماتي صح. لا اكرم احسن هجوميا من محمد هاني، ولا كريم الدبيس اوحش دفاعيا من احمد كوكا. انت كمان المفروض انت من عايز تنزل كوكا، فانت المفروض ان انت عايز تقفل الحته دي. طيب كوكا كان على طول قدام وعلى طول انت عايز عرضيات،
ايه اللي بيخليني انزل كوكا ما انزلش كريم الدبيس وانا ما عنديش غير الاثنين، وانا كده كده عندي باك شمال محترم وانت جربته الفتره اللي فاتت في ماتشات كتير. ماشي، ابتديت تنزل كريم الدبيس. بنزل كريم الدبيس عشان انزله وينج يمين ليه؟ ايه الافاده اللي ممكن يديها لي كريم الدبيس لما العبه وينج يمين؟ انا دلوقتي عندي جراديشار مهاجم بقاله فتره معايا مقدم ماتشات حلوه، ومعايا مهاجم تاني اسمه اسامه ابو علي. انا خلاص عايز ابتدي ابدل في الخطه. ايه المشكله ان انا كنت ممكن الاعب الاثنين جنب بعض، وبدل ما انزل كريم الدبيس هنا لا انا انزل كريم الدبيس في مكانه عادي، واقوم مودي جراديشار ناحيه اليمين، وانزل عادي زي ما انت نزلت كده بن شرقي ناحيه الشمال. مارسيل كولر في كل مطوشة الزمالك لازم يبدأ الماتش بتشكيل غلط. الزمالك بقاله 4 مطوشة ما بيتغلبش من الأهلي، وغير كده الزمالك دلوقتي بقى عنده المقدرة إن هو لما بيجي فيه جون من الأهلي بيبتدي يلم نفسه بسرعة حتى لو الوقت اللي فاضل من الماتش قليل، وبيعرف يجيب التعادل. كان في من فترة طويلة كان في اللي هو الزمالك أصلا بينزل قدام الأهلي هو مغلوب نفسيا. انت كده مش بتخلي الزمالك بس كمان بيرجع في الماتش، لا انت بتنزله عارف ان الاهلي حتى لو في اي وقت جاب جون لا انا اقدر ارجع واقدر ممكن اجيب جون تاني كمان. في كذا لعيبه انا لازم اتكلم عليهم، وهبتدي بنجم الماتش من وجهه نظر انا. هو طبعا مان اوف ذا ماتش خدها بن طايق، بس انا لو هدي حد نجم المباراه دي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد 41 سنه وبيعمل الشوط الاول ده بالكامل. عبد الله السعيد الشوط الاول واكل نص ملعب الاهلي بالكامل. عبد الله السعيد لما بدا مستواه يقل شويه في الشوط الثاني ابتديت ان انت الاهلي يعرف يمسك كوره ويعرف يودي يمين وشمال وي 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 ويجي الجون بعد كده بتاع اشرف بن شرقي. عبد الله السعيد في الدقيقه 94 اخر دقيقه في الماتش الكوره بترجع لامام عاشور. عبد الله السعيد بعيد هو بيعرف يجي وينتش الكوره من قدام امام عاشور في الدقيقه 94. من وجهه انا نظري نجم المباراه دي هو عبد الله السعيد بلا منازع. نروح للعيب تاني اشرف بن شرقي. خدت بالك فرق اللمسه ما بين جناح اللي هو اشرف بن شرقي واي جناح تاني في الاهلي؟ حسين الشحات بقاله اكتر من سنه ما بيقدمش اي حاجه كوينج للاهلي. امبارح النهارده الكره الاولانيه جراديشار لعبها بالعرض لحسين الشحات ما وصلتش، الثانيه اشرف بن شرقي بعد نزوله ب5 دقايق بالهيد جول على طول. بص الباصه بتاع جراديشار ومش اول مره يعملها عشان اشرف بن شرقي يخش على طول بدماغه جول الاولاني للاهلي. جراديشار ذات نفسه قلناها قبل كده، العين اللي جاب جراديشار عين حلوه قوي. مهاجم تمام، وينج تمام، بينزل يستلم ويسلم تمام، فاتح مساحه وفاتح لنفسه انه ظاهر للناس كلها تمام، بتلعب له الطويله عشان يستلم قبل المدافع ويحاول يبصيها تمام. ايه المشكله ان انا كنت نازل النهارده جراديشار جنبه اسامه ابو علي؟ مش لازم من اول ماتش. اسامه ابو علي لسه راجع من اصابه، زي ما انت نزلته على الدقيقه 70 80 زي ما انت نزلته النهارده نزل الاثنين جنب بعض. بن طايق باك شمال وينج باك شمال عالمي. اللي عرف يجيب بن طايق ده عالمي، والعين اللي عرفت تجيب بن طايق عالمي. طول الماتش تقريبا كل اللي خسروا ثنائيتين من 15 ثنائيه، 13 ثنائيه سليمه اذا كانت عاليه او على الارض، واتغير عليه اكتر من وينج. لعب عليه الاول محمد عبد الله، بعد كده جاله حسين الشحات، بعد كده جاله كريم الدبيس. كل الثنائيات هو كسبها وجايب جون التعادل من الباك للباك، الباكين هم اللي جايبين التعادل. بلاش
الزمالك لسه جايب لعيب من 10 ايام تقريبا اسمه مصدق. بسم الله ما شاء الله، الواد واقف ورا سادت في خط الدفاع بالكامل. كورته حلوه، بيعرف يطلع بالكوره من ورا لقدام، بيعرف ياخد الكوره المساحه فين، اللعيب الفاضي فين وببصيله. الاهلي من ساعه محمد عبد المنعم ما مشي مفيش مدافع، جه مدافعين قد كده ومشي مدافعين قد كده، ولا مدافع عارف يطلع بالكوره لورا. كل مدافع في الاهلي هو بياخد الكوره يبصيها للمدافع اللي جنبه لغايه ما ربنا يكرم. لا اشرف داري ولا ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه، مفيش مدافع عارف يبني هجمه الاهلي من ورا ان هو يسلم يعني للعيب مظبوط. لازم اخد الكوره من رامي لاشرف داري، ومن اشرف داري لرامي، ومن رامي لاشرف داري، بعد كده او موديها لاكرم او اديها لكوكا. انا ما شفتش حد بيعمل كده. الجون اللي جابه الزمالك فين التغطيه؟ انا دلوقتي احمد كوكا واقف تايه، انا الهجمه المفروض كوكا كان واقف في الهجمه دي بيعمل التغطيه العكسيه. بتعمل التغطيه العكسيه ليه وهي الهجمه من نفس المكان اللي عندك، الهجمه من النص؟ بخش ضامم لجوه ليه؟ انا اعرف ان الباك الشمال ضامم لجوه دي لما تبقى الهجمه عكسيه. ايه لازمه ان انت ضامم لجوه؟ وطبعا اشرف بن شرقي ما بيدافعش اصلا واتاخر في الهجمه جامد. عمر جابر واقف واخد المساحه بتاعته كامله وعارف هو، احنا مش هنقول الكوره مساحه وزمن. عمر جابر واخد المساحه دي كلها وخد الزمن الكافي اللي يعرف يخليه يعمل الباص، والشناوي بطول دراعه ده كله ما بيجيبهاش. اشرف داري ما بيحطش فيها رجله. بالنتيجه دي بيتعادل الاهلي مع بيراميدز في عدد النقط على صداره الدوري، مع وجود ماتش البيراميدز تقريبا مع طلائع الجيش بكره، والزمالك بقى في المركز الثالث. مارسيل كولر مش هو المدرب بتاع الاهلي من وجهه نظري. مدرب عالي قوي، مدرب جميل قوي، بس من وجهه نظري في سنه جبن. ليه؟ انا ما اعرفش. وفي كل المطوشه هي نفس الطريقه. الجون بتاع الزمالك اللي جه ده هو نفس جون باتشوكا اللي جه في الشناوي، هو تيبيكال لو عايزنا نرجع له. ليه دايما انا بخش المطوشه التقيله؟ مش انا الابر هاند في الماتش، مش انا القوه العليا في الماتش، مش انا اللي بلعب احسن كل المطوشه اللي فاتت، واجي في الماتش المهم انا مستوايا بينزل. ليه دايما تشكيلتي في المطوشه المهمه ضعيفه؟ تشكيلتي ببتدي بيها غلط، ولما ابتدي اصلح ببقى خلاص الوقت راح وما بصلحش صح. تعادل بطعم الخساره للاهلي وتعادل بطعم المكسب للزمالك. مش هنعرف نتكلم عن الماتش اكتر من كده بالنسبه لي. اخر حاجه ممكن اقولها، ربنا يمسيك بالخير يا جدي. فعلا كان في مدرب عندي اسمه موسيماني كنت بنزل بيه ماتش الزمالك، انا هجيب كام جون؟ انا مش هكسب، انا هجيب كام جون؟ مش هنرجع لمانويل جوزيه زمان. مانويل جوزيه ده كان حاجه تانية وبعيد عن اي مقارنه. كان عندي مدرب اسمه موسيماني، انا هنزل اكسب الزمالك كام جون؟ في بكره عندنا طبعا ماتش حلو قوي ما بين السيتي والليفر. مرموش محمد صلاح نجمين الفريقين. مرموش اكيد هيلعب بكره اساسي لان هالاند ما زال مصاب، فهو هيبقى المهاجم الاساسي للسيتي، وطبعا صلاح بره اي كلام. ان شاء الله بكره بعد الماتش على طول هحاول ان انا انزل الحلقه، لو مش كده هتنزل يوم الاثنين الصبح على طول ان شاء الله. كان معاكم حسام حسن من ذا ماستر اوف تحليل ماتش القمه الاهلي والزمالك. سلام. Yeah.